متابعين كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم في إطلالة شهر الخير وشهر الرحمة، رمضان المبارك. اليوم ضمن تغطيتنا في دورة أكاديمية التحدي الثانية يسرني أن أستضيف كقائد فريق نجوم الديدي الكابتن هادي مجرشي. كابتن هادي مجرشي، اليوم أنتم ثاني اللقاءات أو آخر اللقاءات فريق نجوم الديدي. أهلا أول ومرحبا بك عبر الشبكة. الله يحييك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. لقاءات فريق نجوم الديدي أو الفترة الأخيرة فريق نجوم الديدي يعاني من فترة انتقالات. النجوم السابقين ربما قد غادر معظمهم الفريق، الآن فترة لفئة شابة، والأحاديث كلها تقول أن هادي مجرشي صاحب اليد الطولة في استقدام العديد من اللاعبين فئة الشابة. والله بصراحة يعني أنت كمدرب لازم تعتمد على الجيل الشاب يعني. أما العواجيز زي ما يقولوا الناس اللي الكبار يعني ما راح تستفيد منهم يعني سنة سنتين وخلاص يعني. لكن أنت لما تجيب لاعب 18 سنة 17 سنة ممكن يخدمك إلى 10 سنوات قدام. هذه الفكرة بس يعني. طالت الأقاويل والأنباء والكل كان يتحدث بأن فريق نجوم الديدي طيلة السنين الماضية ما كان إلا منتخب. والله المنتخب يمكن تغير من عام 1425، بعد كذا ما عاد في منتخب. ممكن لعيبة محترفين أو زي كذا 3 4، لكن كفريق لا، ما عاد في منتخب يعني. نجوم الديدي خلاص. إذا نجوم الديدي في هذه المشاركة تعتبر واحدة كذلك من المشاركات التي ظهر فيها فريق نجوم الديدي في دورات مكة المكرمة. طموحاتكم وإن كنت قلت نلعب بفئة شابة؟ والله إن شاء الله أنتم تشوفونا بعد المباراة هذه إن شاء الله فيه وجيه طيب راح تشرف الفريق إن شاء الله. هناك ربما مسألة أخيرة تزعجكم، أن الأستاذ عبد الله الحربي يقدم لاعبين بالأسماء في الفترة الأخيرة بعد ما يؤدي الفريق ربما معظم المباريات بنجاح. هل أنتم عملتم لمعالجة هذا الموضوع؟ والله هذه مشكلة يعني يمكن قديم يعني، عارف احنا نحاول لكن قدر المستطاع، لأنه أي لاعب بيجي على الفريق ما راح يكون نفس الروح اللي اللاعب اللي يتمرن يوميا وزي كذا، عارف. اللي يجي من برا راح يلعب باسمه أو لأجل المادة وبيمشي يعني، حتى لو فاز بيفرح مؤقتا وبعد كذا بيعدي يعني. لكن ولد الفريق بيفرح قدام لأنه راح يستمر معنا إلى 7 6 سنوات على حسب ما يكون هو عطاه ويوقف يعني. لكن اللاعب المحترف راح يعطيك الدورة بس وبيمشي، ما راح يستمر معك يعني. كابتن عبد الله كلمة أخيرة. كابتن هادي، نشكر اللجنة أول شيء ونقول لهم كل عام وانتم بخير وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا للكابتن هادي مجرشي مدرب فريق نجوم الديدي على هذا اللقاء الظريف. أهلا وسهلا.